من كتاب قصص الأنبياء للكاتب أحمد محمود شرقاوي، والكتاب باللغة العامية المصرية. هاروت وماروت، وبتعتبر من القصص الغريبة اللي بتثير الجدل حتى يومنا هذا، خاصة إن ذكرها في القرآن الكريم كان في آية واحدة تقريبا، وكمان الموضوع يخص سيدنا سليمان عليه السلام. وما يخص سيدنا سليمان أو أنبياء بني إسرائيل، هتلاقي في الموضوع كمية إسرائيليات ملهاش أول من آخر، خاصة الموضوع لما يتعلق بملاكين من السماء نزلهم الله للأرض علشان يعلموا الناس السحر. أيوة، زي ما سمعت كده بالظبط، في ملاكين تنزلوا للأرض في مهمة محددة، وهي تبرئة سيدنا سليمان من تهمة بشعة حاول الشيطان يلصقها بيه، وهي تهمة السحر. والملكين دول هم هاروت والملك ماروت. تعالوا نعرف الحكاية باختصار. في الفترة الأخيرة لحكم سيدنا سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام، ولما أصابوا الكبر بدأت الشياطين تصعد للسماء وتتجسس على كلام الملائكة اللي بيتكلموا بيه مع بعض، عشان يعرفوا بعض أخبار الأرض والسماء، ومنها أمور كانت لسه هتحصل في الأرض. وطبعا ده كلام الجن نفسهم لما ذكر ده في سورة الجن: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وبقت الشياطين بتنزل الأرض وتحكي للكهنة اللي سمعوه من ملائكة السماء، فيخرج الكهنة للناس ويحدثوهم بأمور هتحصل في المستقبل. ولما كانت الأمور دي تحصل فعلا، كانت الناس بتصدق الكهنة دول بيعرفوا الغيب، وبدأت الناس نوعا ما تنساق خلف السحرة والكهنة ويبعدوا عن عبادة الله اللي بتقول إن الغيب لا يعلمه إلا الله. وبعد ما استقر الأمر نوعا ما، بدأت الشياطين تدون علوم السحر في كتب وينسبوه لسيدنا سليمان، بل يقال إنهم كانوا بيكتبوا قبل أي صفحة: هذا ما كتب آصف ابن برخيا عن سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. وآصف ابن برخيا يقال إنه كان كاتب سيدنا سليمان، وكمان هو اللي أحضر عرش بلقيس في لمح البصر في القصة الشهيرة. ولما وصل الكلام ده لسيدنا سليمان غضب شديد، وأمر الكتب دي بدفنها تحت العرش بتاعه، بل وهدد بقتل كل من يتعلم السحر أو يعلمه. وما قيل إن الشياطين ما كانتش تقدر تقرب لعرش سيدنا سليمان، لأنهم لو اقتربوا منه احترقوا بقدرة الله. وبعد موت نبي الله سليمان كانت فرصة عظيمة للشيطان إنه يفتن بني إسرائيل والفئة دي من الناس، مفيش أسهل من فتنتهم. فتمثل الشيطان للقوم وقال لهم إن في كنز كبير مدفون تحت عرش سيدنا سليمان، وراح معاهم لحد مكان العرش. ولما طلبوا منه يقترب معاهم من العرش، خاف وتحجج إنه ما يقدرش يقرب، بس قال لهم إنهم لو حفروا ملقوش حاجة فهو هيقدم نفسه علشان يقتلوه. وحفر الناس ولقوا الكتب، واتكلم الشيطان وقال للناس إن سيدنا سليمان كان ساحر، وإن ملكه الكبير ده كله من تسخير الجن والرياح وامتلاكه لمشارق الأرض بمن عليها كان بسبب علوم السحر اللي موجودة في الكتب دي وبس. واختفى الشيطان من المشهر بعد ما لعب في العقول كلها بلا استثناء. وبدأت الناس تصدق إن سيدنا سليمان ما كان إلا ساحر والعياذ بالله، وإنه كان بيدعي النبوة عليه السلام، بل وراحوا يتعلموا ويمارسوا السحر على نطاق كبير وواسع بدون أي تحريم من حد، خاصة لما اتصدموا في نبيهم وصدقوا عنه الكلام ده. وكمان بدأت الشياطين تعلم الناس السحر ده بكل فنونه وخدعه. وهنا أرسل الله الملاكين للأرض وهم هاروت وماروت،
لتبرئة سيدنا سليمان، وبدأوا يعلموا الناس السحر، للعلم إنه مجرد سحر وما هو إلا كفر بالله، وإن معجزات سيدنا سليمان تختلف عن السحر اللي هم اتعلموا، واللي آخره إنه يفرق بين الراجل وزوجته بأمر الله ليس إلا، وإن السحر مش هيسخر رياح ولا هيهبك قوة زي قوة سيدنا سليمان عليه السلام، بل وكانوا بيحذروا الشخص وهو بيتعلم إن السحر ما هو إلا فتنة وكفر بالله. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكانت نية التعليم إن الناس تفهم إن السحر مجرد تخيلات وتأثير روحاني بسيط لا يرقى أبدا لدرجة المعجزات. طيب إيه مدى مصداقية الحكاية دي في شريعة الإسلام؟ ركز معايا علشان لسه في حكاية تانية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. إذن ده معناه إن الناس اتبعوا كلام الشيطان اللي تلا بهتانا وزورا على لسان سيدنا سليمان زي ما قلنا، وإن كتب سيدنا سليمان كانت عبارة عن سحر، وإن الحقيقة إنها كتابة الشياطين. والآية كمان هنا بتبرئ سيدنا سليمان من تهمة اتنسبت له، وهي تهمة الكفر والسحر. وجه القرآن الكريم يبرئ ويقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بيأكد القرآن إن الشياطين هم اللي كفروا وبقوا بيعلموا الناس السحر كمان. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا تأكيد واضح إن الملكين هاروت وماروت نزلوا في بابل بالعراق، وعلموا الناس السحر وحذروهم منه ومن أفعال الشياطين اللي بتعلمهم إن هم فتنة لهم وكفر بالله. وإن السحر ده كان من سحر التفريق بين الزوج وزوجته، وده يعتبر من أشد أنواع السحر، لأنه علاقة الزوج بزوجته من أقدس العلاقات اللي بيكون بين الطرفين فيها مودة ورحمة زي ما وصف القرآن. وإن ضرر السحر ده لا يقع أبدا إلا بإذن الله. طبعا الرواية دي أقرب التصديق لأنها متوافقة مع كتابة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل أبدا في حرف واحد منه. الحكاية التانية واللي غريبة شوية وقال فيها الإمام الحافظ ابن كثير إنها أقرب للإسرائيليات، وهي إن الملائكة تعجبوا من عصيان البشر وإزاي يعصوا الخالق العظيم، فربنا أراد يعلمهم درس، والملائكة اختاروا ملكين ينزلوا للأرض وأضع بهما شهوة ابن آدم ونشوف هيعصوني ولا لأ. فاختاروا هاروت وماروت ونزلوا للأرض وفضلوا يعبدوا ربنا فترة بعد ما اتعلموا كلمة معينة تطلعهم للسماء مرة تانية. وهنا راحت لهم امرأة جميلة جدا اسمها الزهرة، وأثارت مسيرتهم من جمالها، فراودوها عن نفسها، فاشترطت عليهم إنهم يعبدوا صنم معين فرفضوا، واشترطت عليهم يقتلوا طفل كان معاها فرفضوا، فطلبت منهم يشربوا الخمر، فقالوا إن ده أهون المعاصي وشربوا الخمر. وأول ما سكروا عبدوا الصنم وقتلوا الطفل، وعلموا الست كلمة السر اللي هتخليها تطلع السما كمان. ولما فاقوا قالت لهم: انتوا عملتوا كل المنكرات، عبدتم الصنم، قتلتوا الطفل، وشربتوا الخمر. فندموا ندم شديد وطلبوا التوبة من الله، فربنا خيرهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا. فيقال إنهم معلقين بين السماء والأرض عند بئر هاروت وماروت في العراق، بيتعذبوا بدخان حتى يومنا هذا. أما الست اللي اسمها الزهرة
فطلعت السما بكلمة السر، فربنا مسخها الكوكب وبقت كوكب الزهرة المعروف. والرواية دي لم تصدر عن رسولنا الكريم أبدا، وإنما من كلام كعب الأحبار، وده كان من علماء اليهود وأسلم وبقى من التابعين. وقال عنها الإمام أحمد منكر، وقال عنها ابن كثير، أظن إنها من الإسرائيليات. إذن في الحكاية الأولى هي المتوافقة مع قطك كمسلم ومع كتابك المقدس القرآن الكريم. خاتمة الكتاب، بيقول الكاتب: أتمنى من الله أن أكون قد وفقت في البحث والكتابة بطريقة بسيطة وفيها منفعة للناس، وما هذا إلا اجتهاد مني ومن الله التوفيق. وأسأل الله أن يعفو عني من أي سهو أو خطأ قد ارتكبته دون علم مني، فنحن أمام علمك فقراء يا الله ولا نملك شيئا. وهذا العمل أهديه أنا إلى أمي وأموات المسلمين. وبكده تكون انتهى كتاب قصص الأنبياء. يا رب يكون عجب.